السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. أي مشروع في الدنيا، أي إدارة معرضة إنها تلاقي ندرة في الكفاءات وندرة في الناس اللي عندها القدرة على العمل بشكل كويس لو ما فكرتش في بكرة، لو فضلت عايشة في النهاردة، فضلت عايشة على الكفاءات اللي موجودة فيها. لو انا خدت مثلا كرة القدم العربية كمثال، هلاقي انه كتير قوي من مشجعين كرة القدم في الوطن العربي بيقولوا كلام بيعبر عن ده. يعني كتير قوي تلاقي حتى في الصحافة العربية، في الاعلام الرياضي العربي، تلاقي ما عندناش مهاجم كويس، ما عندناش لعيب نص كويس، ما عندناش باك شمال، ما عندناش باك يمين، ما عندناش صناع لعب. ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل لانه القائمين على كرة القدم العربية والقائمين على أندية كرة القدم في الوطن العربي ما بيفكروش في بكرة، ومسنودين على جيل حلو من اللعيبة، فترة حصل فيها إنجازات كروية عظيمة، وما بيفكروش في اللي بعديها. محدش فيهم فكر إنه اللعيب ده قوي بس ممكن يبطل، أو هيبطل في يوم، أو ممكن يمشي يروح فرقة تانية. كويس؟ ده على مستوى الأندية. يعني على مستوى المنتخبات اللعيب هيجيله يوم ويعتزل اللعب. اللي عايز اوصل له، في غياب الخطة المستقبلية وفي غياب العمل الجيد والعمل المحترف على مدارس الناشئين وعلى منتخبات الشباب والناشئين، بيعمل عندك الندرة دي في وقت من الأوقات. أنا لو اديت مثلا الكرة المصرية مثلا، هل تتخيلوا إن احنا من بعد عماد متعب مفيش مهاجم كويس في مصر، مفيش مهاجم قوي في مصر ما عدا مصطفى محمد. فاحنا بنتكلم في اعتزال متعب، يعني احنا بنتكلم في أكتر من 7-8 سنين، يعني بنتكلم على 9 سنين تقريبا. فانتوا متخيلين في 9 سنين ما ظهرش عندك غير مهاجم واحد، مصطفى محمد، المهاجم الوحيد اللي تقدر تقول عليه ده مهاجم منتخب كويس. دي تاخدني لنقطة تانية، انه المشكلة دي موجودة من قبل اعتزال عماد متعب، لانه عماد متعب اخر مهاجم في جيله اعتزل. دي زي ما قلت تاخدك لانه الازمة دي قبل متعب ما يبطل. الازمة دي موجودة في الكرة المصرية، بدليل بص على كل اندية الدوري، على الاقل الاندية اللي بتنافس كويس، هتلاقي الاهلي المهاجم بتاعه كهربا، لانه كولر لا يثق في محمد شريف ولا يثق في شادي حسين، والاتنين قليلين فعلا. مش عارف اساسا بيلعبوا في الاهلي ازاي. الزمالك سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس، هو المهاجم، هو مهاجم الزمالك يعني. بيراميدز فخري لكاي. معظم انديه الاتحاد السكندري مبولولو اللي هو مهاجم، اللي هو هداف الدوري حاليا. غزل المحله اونيام، لاعب تنزانيا. انتوا متخيلين؟ كل المهاجمين البارزين في الدوري المصري كلهم مش مصريين، واللي برز اللي هو زي كهربا اساسا مش مهاجم، هو بس بيسد خانه في النادي الاهلي لحد ما الاهلي يجيب مهاجم. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت عندك مشكله، وعندك مشكله كبيره قوي. بالمناسبه انا الكلام ده بقوله بعد ما تابعت ماتشات منتخب مصر الاولمبي في كاس الامم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. انا شفت ماتشات المنتخب يمكن اكتر منتخب وصل للجون في البطوله.
واكتر منتخب ضيع فرص في البطوله، مفيش مهاجم. الجون الوحيد اللي جبناه ابراهيم عادل اللي جابه، مش مهاجم. كويس، اللي هو جبناه في مالي لما كسبنا مالي اول امبارح 1-0. في مشكله في المهاجمين، في ازمه في المهاجمين. منتخب مصر الاول مفيش غير مصطفى محمد. انتوا اخر قايمه للمنتخب اللي خد باله منكم مين مهاجمين المنتخب؟ مصطفى محمد وكهربا خط الهجوم. ده ليه؟ لان ما كانش فيه خطه مستقبليه وما كانش فيه نظره للمستقبل. فخلاص في جيل خلص، انت ما عندكش مهاجمين. ودي ازمه في الكره المصريه، ازمه كبيره. وللاسف انها في كل المنتخبات المصريه. يعني المنتخب الاولمبي المصري بيقول لي وبيبعت رساله لينا كلنا ان مفيش مهاجم كويس جاي في مصر الفتره الجايه. ممكن اسامه فيصل يبقى حاجه كويسه، يعني انا شايف في حاجه كويسه، انما فعليا منتخب مصر الشباب والناشئين وادي المنتخب الاولمبي كمان اللي هو موجود وبيلعب اليومين دول ما افرز لناش اي مهاجم كويس. فهو غياب التخطيط. وانا بدأت الحلقة وقلت في اي مشروع في الدنيا تملي لازم تخطط لبعد كده. عندك موظف في ادارة معينة بيشتغل بشكل كويس، مش الموظف ده خلاص ما بقاش عندك لعيبة في المكان ده، او انا اسف ما بقاش عندك حد كفء بيعمل الوظيفة دي. ده يكلف الادارة خسائر، وبالتالي هيكلف المشروع اللي هي الشركة خسائر. نفس القصة، مفيش تفكير في اليوم اللي هيبطل فيه اللعيب ده. اديكم حاجة اكتر، سيبكم المهاجمين. مين بلاي ميكر حلو بعد ابو تريكة في مصر؟ مفيش. مصر ما فيهاش بلاي ميكرز، بدليل ان النادي الاهلي كولر غير الخطة السنة دي، لغى البلاي ميكر، لغى الوظيفة دي، لغى المركز ده. كويس، ولما بيحب يلعب بلاي ميكر بيروح يزعق حمدي فتحي. تاني اقول لانه ما كانش فيه تفكير لما بعد ابو تريكة، لما بعد عماد متعب. اروح لتونس، عندهم ازمة في الباكات يمين وشمال. انا كنت بتابع ماتش تونس وغينيا الاستوائية اللي اتغلبت فيه تونس 1-0، اللي هو وعلي معلول ما كانش بيلعب، كان شغال قدري مريحه، يعني ما خدوش اساسا في معسكر المنتخب عشان يستريح. بعد الماتش كل المحللين وخبراء التحليل في تونس والمختصين والعارفين في كرة القدم في تونس كلهم بيقول لك احنا عندنا ازمة في انديتنا ان احنا ما عندناش باك شمال ولا باك يمين كويسين بتوع منتخب. طيب ده ليه؟ لانه برضه العمل على مدارس الشباب والناشئين سيء جدا. مفيش خطه مستقبليه. خلاص هو احنا عندنا علي معلول جامد واحسن باك في افريقيا، طب ما علي معلول ده هيبطل في يوم، هتعمل ايه بعديه؟ بلاي ميكر ما عندهمش غير بن رمضان، محمد بن رمضان. طيب بن رمضان لاي سبب غاب، مفيش بلاي ميكر في تونس. ارجع وابص على انديه الدوري التونسي، ترجي، النجم الساحلي الافريقي. باعتبار النجم الساحلي السنه دي بطل تونس، يعني خد الدوري، ببارك لهم، الف مبروك، يعني استعادوا لقب الدوري بعد 7 سنين. فالف مبروك لنادي النجم الساحلي وجمهوره الكبير. يعني ابص على انديه تونس زي ما بقول، النجم الساحلي، الترجي، الافريقي، صفاقسي، كلهم انديه تونس الكبيره. هتلاقي يا ما بيلعبش بلاي ميكر اصلا، يا البلاي ميكر بتاعه افريقي، او يعني لاعب اجنبي مش تونسي. ففي ازمه في تونس في المركز ده، زي ما في ازمه في تونس في مركز باك الشمال، لانك ما بتشتغلش على مدارس الناشئين، ما بتعدش مدرسه الناشئين، وانت ما بتديرهاش بطريقه اللي هي انا مثلا بخطه. يعني مدارس الناشئين دي بيتحط لها خطه طويله المدى وخطه قصيره المدى. فانت بتقول انا كل 5 سنين انا عايز فريق يعرف يمثل فريق اول كل 5 سنين، عايز لعيبه
تكون مؤهله من مدارس الناشئين، طالعه قادره على تمثيل الفريق الاول في النادي بتاعها او في المنتخب. ده ما حصلش في الانديه التونسيه، علشان كده في ازمه كبيره في مراكز بعينها زي ما قلت. هي نفس الازمه اللي في مصر بالمناسبه، يعني في مدارس الناشئين في مصر. لو رحت للمغرب وهاخد الكلام من تصريحات وليد الرجراجي بعد خساره المغرب من جنوب افريقيا، اللي هو كان برضه في التصفيات اخيرا، يعني اللي هو اخر معسكر للمنتخبات. يعني وليد الرجراجي بيقول انا لعبت حكيم زياش صانع لعب في الماتش ده تحسبا لاي غيابات ممكن تحصل في المنتخب المغربي الفترة الجاية، فعايز اشوف حكيم زياش هيعرف يعمل الدور ده او مش هيعرف، لانه في ندرة في المركز ده. طب الندرة دي جاية منين؟ لان المفروض، والمغرب تحديدا عندي عليها عتاب ولوم، ان المفروض انه في اكاديمية محمد السادس، والمفروض انه اكاديمية محمد السادس دي بتشتغل على انها تطلع لعيبة كورة كويسة. بالمناسبة اكاديمية رياضية عامة يعني، بس انا بما اني بتكلم في الكورة فخلينا في الكورة. طيب انتوا المفروض في إدارة الأكاديمية دي أنت بتشتغل على كله، وهنا أجي لإدارة المجموعة. يعني إيه إدارة المجموعة؟ يعني أنت بتدير الملعب كله، المجموعة اللي عندك كل المراكز، مش أنت بس عايز تطلع باك أو تطلع مهاجم أو تطلع، لا أنت كله. عشان كده بقول عندي عتاب على أكاديمية محمد السادس، إنه انتوا إزاي في 10 11 سنة معرفتوش تطلعوا وتكتشفوا صانع العاب مؤهل انه يلعب في فريق اول في اي نادي، يعني الفريق الاول او في المنتخب الاول المغربي. وده ملام. الازمة فين؟ الازمة الكبيرة والحقيقية هي في كيفية ادارة مدارس الناشئين في الاندية والاكاديميات. هي قصور في إدارة المجموعة وتحديد الهدف. انت عامل مدارس الناشئين دي عياقة بس علشان ايه؟ تقول ان انا عندي مدارس ناشئين وفرق ناشئين، ولا عاملها علشان فعلا عايز تخلق لعيب كويس وتضمن من خلالها الاستدامة؟ عشان الاستدامة بتيجي كده، بتيجي من ان انت تشتغل بشكل او بخطة طويلة المدى وقصيرة المدى، الاتنين، والاتنين متوازيين، الاتنين بالتوازي ماشيين. فدي ازمة كبيرة، وفكرة الاستدامة غايبة جدا عن الناس القائمين على كرة القدم في الكرة العربية وفي الأندية العربية وكده. فبنشوف اللي بيحصل، شوف ندرة في مهاجمين مثلا زي مصر، ندرة في مهاجمين وصناع اللعب، في تونس ندرة في الباكات يمين وشمال وصناع اللعب، في المغرب في ندرة في مركز صناعة اللعب. تاني سببها انه الناس مش في دماغهم الاستدامة. تفادي ندرة الكفاءات في اي مركز في الملعب بيجي من العمل على مدارس الناشئين لأجل أو بهدف الاستدامة. وزي ما ابتدت الكلام ده بأي شغل في الدنيا، مش في الكورة بس ولا في الرياضة بس. كده أكون وصلت معاكم لآخر حلقة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى يكون الموضوع نال إعجابكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه وسلامته. على نلقاكم في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب.